السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو تاع اليوم. كما تشوفوا اليوم رجعت لكم بهذا السنيوه تاع البقلاوه. بقلاوه بالجوز اللوز، كانت عندي طلبيه حبيت نشاركها معاكم. نتمنى ينال اعجابكم الفيديو تاع اليوم، ونتمنى كيف تستفادوا من هذا الفيديو تاع اليوم. ما تنسوش ديروا جيم، تخليوا لي رايكم في التعليقات، وما تنسوش مشاركه الفيديو مع الاصدقاء. واللي مازالوا ما اشتركوش بالقناه نتمنى يشتركوا بالقناه فضلا وليس امرا. نبداو هنا مع بعضنا نحضروا العجينه تاع البقلاوه. كما تشوفوا راح نحتاج 4 كيلو تاع فرينه. انا درت 4 كيلات فرينه. الكيله الرابعه درتها يعني ناقص هكاك حوالي صباع ولا 2 صباع، كملتهم بجوز مغارف تاع المايزينا او النشا. هنا راح ندير قرصه تاع ملح كما تشوفوا، ومغرف صغيره تاع لافاني. وهنا نجيبو كيلة تاع السمن، كنت ذوبتها وخليتها تبرد شويه. نضيفها هيك للفرينه ونبدا ندخل هذيك السمن في الفرينه. ندخلو السمن مليح في الفرينه. وهنا كيما تشوفوا بعد ما ما دخلت هذيك السمن مليح في الفرينه، نجيبو كيلة تاع ماء وما زهر، يعني خليط بين ماء وما زهر، ونبداو نلمو في العجينه تاعنا. كيما تشوفوا يعني حتى نتحصلوا على عجينه تكون شويه طريه، يعني مش طريه بزاف وما تكونش يابسه. المهم تكون عجينه شويه طريه مليحه. فوالا نبداو نرشوا غير بشويه، يعني ما نكثرش، يعني حتى نتحصلوا كما قلت لكم على العجينه تكون متماسكه وتكون مليحه. فوالا كما تشوفون ندلكوها غير هيك شويه ونلموها ونخليوها ترتاح، يعني حتى اكثر من 6 سوايع، ولا تقدروا تخليوها يعني تبات ليله كامله. وهنا كيما تشوفوا نرجعوا للحشو تاعنا تاع البقلاوه. انا راح ندير الحشو جوز ولوز. درت كاك حوالي يعني كل شيء 800 غرام، على خاطر السنيوه تاعي تهز لي يعني 800 غرام. الحجم تاع الصينيه هنا 30 على 25 سنتيمتر، يعني درت 800 غرام تاع بين لوز وجوز. اللوز درت 400 والجوز كيف 400. حمرتهم شويه ورحيتهم. كيما اللوز رحيته به بقشور، يعني ما قشرتوش. اما الجوز يعني قشرته شويه، يعني بعد ما تحمروه شويه راح يتقشر هذيك القشره تاعو تتنحى وحدها. ورحيتهم ترحيهم شويه رقاق، يعني مش خشين خلا ومش رقيق خلا غبره، يعني شويه يكونوا رقاق. هنا كيما تشوفوا تكيلوه ديروا حوالي 4 كيلات تاع يعني 4 كيلو تاع الحشو. وديروا كيف درت نص كيلو تاع سكر، استعملت سكر بني، يعني تقدروا تستعملوا الابيض. درت مغرف صغيره تاع لافاني، مغرف صغيره تاع عطر اللوز، ومغرف كبيره تاع الزبده. وايضا عندي هذيك القرنفل ولا القرفه، يعني تقدروا تستعملوهم، يعني تقدروا كيف تستغناو عليهم اللي ما يحبهمش. وهنا نبداو كيما تشوفوا نرشوا فيها غير بشويه تاع ما زهر. نفتلو هكا غير بيدينا، يعني حاولوا يعني الحشو تاعكم يعني ما تخضروهش بزاف. فوالا غير هيك شويه ويبقى يعني مفتول، يعني ما يوليش عجينه. وهنا نرجعوا للعجينه تاعنا. كيما تشوفوا كيما قلت لكم نخليوها تريح. يعني تقدروا تخليوها تبات ليله كامله، ولا تقدروا تخليوها يعني حوالي كاك 5 سوايع ل 6 سوايع هكاك، يعني لازم ترتاح العجينه. هنا نجي نكورها مليح وراح نحطها في ساشي. ونبدا هنا كما تشوفوا الصينيه اللي حنستعمل كما قلت لكم 30 على 25 سنتيمتر راح ندهنها. ولا تدهنوها هنا بالسمن، يعني تدهنوها مليح ونحطوها على جنب. ونبداو نحلو. هنا حندير 5 يعني طبقات من تحت يعني و5 من الفوق. نبداو نحلو في العجينه تاعنا مليح.
فوالا كيما تشوفوا يعني تقدروا تستعملوا كيف المايزينا يعني باه تحلوا العجينه تاعكم. هنا بعد ما حليت العجينه كيما شفتوا البلان دو طرافاي تاعي راه يبان من هذيك العجينه، يعني حلوها شويه رقيقه يعني ما تخليوهاش خشينه. نجيبوا السنيوه تاعنا ونبداو يعني نعدلوا في هذيك فوالا العجينه اللي حليناها الاولى، نعدلوها مليح. فوالا بعد ما عدلتها هنا نجيبو الكيردون ونبداو هادوك نديرو الثقب في هادوك يعني البلايص اللي جايين كيما نقولوا منفخين هكا. وهنا كيما تشوفوا ندهنوا ديما بين طبقات بالسمن. وكيف يعني تقدروا تستعملوا الزبده يعني مام في العجينه كي تحضروها مع الاول يعني تقدروا تبدلوا السمن بالزبده وتدهنوا بين طبقات بالزبده. كيف هنا بعد ما كملت 5 طبقات تاعي راح نجيب الحشو، يعني الطبقه الخامسه مش راح ندهنوها بالسمن. فوالا نجيب الحشو تاعي كيف بعد ما بات حتى هو ليله كامله، يعني لازم حتى الحشو يبات، من الاحسن انه يبات. فوالا كيما تشوفوا راح نفرغه وراح يعني نحطه هكا يعني نعدلو مليح نستفو مليح بشكل متساوي، يعني ما نديرش يعني بلاصه طالعه وبلاصه هكا يعني هابطه، لازم يكون بشكل متساوي. فوالا غير هكا بيدي، وحاولوا يعني ما تضغطوش على الحشو تاعكم ولا يعني كيما نقولوا يعني تعبزوا عليه بزاف، يعني غير هكا بيديكم. حاولوا يكون السطح تاعكم يعني متساوي كما قلت لكم، ما تكونش بلاصه طالعه وبلاصه هابطه. وعلى كيما تشوفوا انا بعد ما كملت راح نبدا نزيد نحل العجينه تاعي. كما قلت لكم راح ندير 5 طبقات من الفوق. هنا بعد ما حليتها كما تشوفوا ونكمل كما قلت لكم يعني 5 طبقات من الفوق. نبدا نعدل في الطبقه تاعي هذيك الاولى تجي فوق الحشو، يعني غير بشوي باه ما نضغطوش يعني على الحشو. فوالا كيما تشوفوا هذه الطبقه الاولى اللي فوق الحشو. وهنا بعد ما كملت الطبقات الاخرين يعني ديما ندهنوا بين الطبقات، ديما ندهنوا بين الطبقات فقط، اللي ما ندهنوهاش يعني اللي حنحطوا عليها الحشو هذيك ما ندهنوهاش بالسمن، اما الطبقات الاخرين بين الطبقات ندهنوهم بالسمن. هنا كيما تشوفوا بعد ما كملت ونحيت هذوك الحواشي راح نبدا هنا كيما تشوفوا نقطع في البقلاوه تاعي. هنا مع الاول راح نبدا برك فقط نرسم هكا جست بالموس، ومن بعد نبدا نقص يعني في واللي عندها يعني طابع ولا يعني تقدر تستعملوا. انا فقط يعني ندير هكا كيما نقولوا عيني هي ميزاني. فوالا كيما تشوفوا هنا كيما تشوفوا بعد يعني ما درتها يعني مليح من فوق رسمتها نبدا نقطع فيها. فوالا كيما تشوفوا بعد ما قطعتها هنايا كيما قلت لكم اللي عندها يعني طابع من الاحسن تستعمل طابع. هنا كيما تشوفوا عندي هاد الجوز اللوز يعني خليتهم نباتوا ليله كامله في الماء، وكيما تشوفوا راح نحطهم من الفوق يعني هكا باه ما يعني ما يتحرقوناش. وعلى كيما تشوفوا درتهم بهذه الطريقه. وهنا راح نجيب هذيك السمن وندهن من الفوق ونخليوها كيف يعني البقلاوه تاعنا راح نخليوها زيت تبات ليله كامله
هكا باه نطيبوها. من الاحسن ديما تخليوها تبات ليله كامله بعد ما تخدموها. هنا راح نغطيها ونخليها تبات ليله كامله، ومن بعد نطيبها. راح نطيبوها يعني على 180 درجه، يعني تخليو الفرن تاعكم يعني يكون تسخنوه مليح، ومن بعد دخلوها الطيب. بعد ما تشوفوها يعني هذوك الحواشي تاعها تحمروا مليح، يعني حتدي كما كاك حوالي ساعه غير ربع. من بعد طفيو عليها وشعلوا عليها من فوق، خليوها زيت تتحمر. فوالا وخرجوها. بعد ما تخرجوها راح تعسلوها كما تشوفوا. انا هنا درت كيف حوالي 800 غرام تاع عسل، يعني درت علبه هذه وزدت عاود نصف علبه خلاف. عسلتها مليح وخليتها كيف لازم تبات، يعني مش راح تقدروا تقصوها يعني حتى تبات ليله كامله. يعني انا هذه كانت ديجا عندي طلبيه، يعني حبيت نشاركها معكم، يعني مش راح نقدر نقصها معكم كيف يعني تاع مولاتها. يعني بعثت لي سنيوه قالت لي ديري لي فيها، راح نبعثها لها هكا. بالنسبه للسعر خدمتها 360، يعني هنا 35 جاتني حبه، يعني حبه متوسطه يعني مش حبه كبيره. قصيتها اللي تحبها يعني حبه كبيره يعني تقص غير على 30. انا قصيتها هنا على 35، يعني الحبه جات متوسطه ما مش كبيره بزاف. فوالا هذا هو الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم. نتمنى يكون نال اعجابكم، ونتمنى كيف تكونوا استفدتوا منه. وما تنساوش ديروا لي جيم، تخليوا لي رايكم في التعليقات، وما تنساوش مشاركه الفيديو مع الاصدقاء. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.